السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بالبداية صلوا على رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. ملخص مباراة الهلال مع الفيحاء اليوم الشوط الأول. مباراة جميلة جدا بين الفيحاء وأيضا الهلال. اليوم في دوري روشن السعودي الهلال من أجل الاستمرار في صدارته، وأيضا الفيحاء من أجل تحسين موقعه في ترتيب دوري روشن السعودي. المباراة وملخص الشوط الأول، عم نتحدث عن ملخص الشوط الأول. مباراة قوية صراحة. الفيحاء يتقدم على الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 14. ثم طبعا بدأ الضغط للهلال من أجل تعديل الكفة من أجل إدراك هدف التعادل، واستطاع في الدقيقة 37 طبعا نادي الهلال من أجل تسجيل هدف التعادل عبر زيفيتش. طبعا ثم عاد في الدقيقة تقريبا 43 روبن نيفيز يسجل الهدف الثاني للهلال، اللي تكون الريمونتادا الهلالية. طبعا بعد تأخر الهلال بهدف مقابل لا شيء، استطاع الهلال قلب النتيجة بهدفين مقابل هدف. هاي في الشوط الأول. مباراة صراحة الهلال قدم مستوى عالي، والنتيجة كانت متوقعة ومحسومة للهلال في الشوط الأول. الكل كان يعتقد أنه صراحة الكل اعتقد بأنه حتى الدقيقة 37 والنتيجة 1-0 للفيحاء، فهل الهلال قادر أن يسجل؟ نعم قادر، لانه عده لاعبين متواجدين في الهلال قادرين على صنع الفارق، وخاصه عم نتحدث عن الحاله الهجوميه. اذا انتهى الشوط الاول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف على الفيحاء. عشاق الهلال، محبين الهلال، طبعا لسه في شوط ثاني وقد تزيد الكفة لنادي الهلال، ولكن أتمنى منكم الاشتراك في هذه القناة فضلا وليس أمرا، وأيضا اكتبوا لنا في التعليقات شو رأيكم عن المباراة وعن الريمونتاد الهلال، وأيضا ايش تتوقعون نتيجة المباراة. وأستودعكم بأمان الله. بعد الشوط الثاني نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم.